السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، اليوم قصتنا تنطلق في السعودية مع راعي الإبل والجن، وأحداث جدا عجيبة وأحداث جدا مشوقة. جماعة البر وجماعة الكشتات وجماعة الإبل، اسمعوا مني هذه القصة. قصتنا منقولة عن رجال اسمه فيصل، أخونا فيصل من السعودية، وتحياتي لكل أهل السعودية. تنطلق أحداثنا في السعودية مع رجال ينقال له فيصل. هذا فيصل عمره ب30 سنة تقريبا، شاب عزابي، ما هو متزوج طبعا. يقول أبويا عنده إبل ومشغلين راعي عندنا بالإبل، وهذا الراعي يسرح بالبر. يقول أني أحب الطلعات وحب الجيات وحب الكشتات، ونوبات أروح أطلع على الكشتات، أطلع بروحي يعني لوحدي، وما أخذ وياي حدا من كثر ما أحب الطلعات وحب البر. بيوم من الأيام طلعت على البر وقلت لحالي بدي أروح على الإبل، تعال أشوف الإبل اللي عندنا. وفعلا مشيت وتوجهت على هالبر وروح أدور على الراعي. وينه الراعي؟ كل نهار ينام من مكان شكل، بما أنه يسرح بالإبل. وين وقع بينا قاع، صار الدنيا مغرب عليه، ينام بيها بهاي القاع نفسها. والله يا أخوان، وقوم أفتر بهالموتر هالبيكامل راكبه، وافتل وادور على الراعي، وعارف يعني مطاح الراعي وين نروح لهن، والمطاح يتوجه عليهن. قول صارت الدنيا الساعة حوالي 9 المغرب تقريبا. قول والله واني الاقي الابل، شفتن من بعيد والله، وقبلت على الابل، وصلت ادحق على الراعي، ما الاقي الراعي، اتلفت يمين يسار ادور على الراعي ما الاقي. يقول نزلت طفيت الموتر ونزلت وقمت ادور على الراعي واصح له يا فلان يا فلان، ودحق وانه لاقي الراعي ممدد ومغمى عليه مثل الميت. يقول ركضت على هالراعي وقمت اقومه واصحيه، يقول ما يصحى، واشيله واحطه بالموتر عندي واخذه على المشفى مباشرة اسعفه. يقول فعلا وصلت بيه المشفى، فوتته على المشفى، ما بيشوح. الدكاترة طلعوا علي وقالوا لي الحمد لله صحته مشي حالها وتحسن، ولكن ما نقدر نخرجه بعد 3 ايام. قلت لهم اني هين ايش بيه؟ طمنوني عنه. قال لا ما بيه شيء، ولكن جوز صايبته ضربة شمس ودوخان، ما يعني شغلته 3 ايام ان شاء الله عندنا بالمراقبة ويمشي حاله ويطلع الراعي. قال تمام. هنا الحلال ما ظل عنده حدا، والابل ما ظل عندها حدا. قال لك اروح انا اليوم اتوجه لغادي وانام انا عند الابل، واقضي 3 ايام اني مطرح الراعي لبين ما الله يفرج عليه ويطيب ويمشي حاله. قول فعلا طلعت وخبرت اهلي، قلت لهم ترى هيك وهيك السالفه، والراعي هيك وهيك صار معاه، وانا رايح عند الابل. وفعلا توجهت لغادي ووصلت عند الابل. يقول وصلت حوالي الساعه 11 بالليل، كانت معي السالفه ساعتين ونص تقريبا، 11 ونص تقريبا صارت الساعه. يقول وصلت عند الابل، وقفت بالموتر والابل قبالي، واشوف لكم رجال لابس قلابيه ثوب، الثوب هذا مغطي رجلينه وظهره ليه عند الرجال. يقول انا خفت، قلت حالي يجوز بيه حرامي، اجى يسوي هذا هنا الرجال. يقول قمت ازمر بالسياره، الرجال ما يرد. قال لحالي قضبت بي عندي عصا بالسياره، واشيل العصا وانزل اشوف هالرجال ايش بيه، شنو قصته. وفعلا توجهت خطوتين لقدام وخطوه لورا. ان هالرجال جاب، اخاف انه بيلوا ربع هنا متغبين، حدا لو حدا متغبي، عجب شنو سالفته ما ادري، بده يبوق بده يسرقنا ما اعرف. وفعلا توجهت لثلاثه وقمت اناديه السلام عليكم. يقول ما رد علي، ورجعت ناديته بصوت عالي السلام عليكم يا هين، وانه يرد علي ويقول لي انت فيصل ابن فلان ابن فلان. قلت له ها ايه يعني فيصل ابن فلان الفلان مزبوط. قال له تمام، هاي الابل لك مو؟ قال قلت له ايه هاي الابل لينا. قال تمام، تشيل الابل وتطلع بيها من هاي القاع
ما تظل هنا ها، أنا عم حذرك. يقول منطيني الرجال منطيني قفاه يعني، ما انطاني وجهه، منطيني قفاه، وجهه مالي شايفه أنا الرجال. والرجال يقول لي ترى الإبل تاخذها من هنا وتطلع من هاي القاع وما أشوف وجهك هنا. يقول حذرني. أنا ما عاد أعرف جن مو جن، ما أدري بهالأمور هاي، ولكن قلبي صار بيه خوف يعني صراحة. قلت له تمام تمام خلاص راح أطالع. قلت لحالي يجوز هذا من المنطقة هنا وهاي القاع لوا وما يريدنا نسرح بيها، خلاص راح طلع الإبل. يقول وأطفى الموتر وأقضب الإبل، أربطها وقوم أسحبها وأسحبها لبعيد. يقول سحبت الإبل لبعيد مسافة 200 متر عنه، ورجعت أخذ السيارة سيارتي. فعلا شغلت سيارتي واتجهت باتجاه الإبل، وصلت لعند الإبل. يقول صفيت ووقفت. هنا عقلي قام يشتغل، إنه مين هذا الرجال؟ ليش طلعني من الأرض؟ عجب هو من المنطقة، بس هي القاع مهجورة ما بيها حدا، ما أظن إنه واحد ساكن هنا. يقول قام عقلي ياخذ وينطي. بعدين قلت لحالي أنا إيش بدي بهالسالفة، ما يهمني مين من كان يكون، بعدت عن أرضه أنا على كل حال. بس القاع مبين علي مسافة 200 متر بعيدة عني، مبين علي بالليل. وأشوف لكم اللي صار معاي. يقول قمت أدحق المطرح اللي كنت آني بيه، قمت أشوف نار شغالة. يا الله أنا من تو كنت غادي ما كان بي نار. يقول قمت أركز بالوضع وأدحق، وفعلا إنها نار شغالة. وقمت أشوف ولد صغار قصار وشي طوال قاموا يفتلون حوالي هالنار. يقول أنا ما خطرت ببالي إنها جن أو هالأمور هاي. أنا قلت جوز ولد المنطقة هذولا إيش جاي يسوون؟ مستحيل يشغلون النار ويفتلون حواليها، مستحيل. يقول هنا بداخلي صار بي فضول أعرف شنو اللي جاي يصير غادي. قلت لحالي بدي أقوم أروح لغاد وشوف إيش جاي يصير. يقول فعلا أفتح الموتر برضه، قلت أروح مشي. يقول قمت أمشي وتوجهت على النار. يقول لما أنا أقرب والنار أحسها تبعد، لما صرت مطرح ما كان الإبل، نفس دوسات الإبل موجودة يعني حوالي، إنه وين كنت أني أرض القديمة مطرح ما كان الإبل هي الموجودات. يا الله ما بي نار، وين النار؟ النار حسيتها بعدت، صارت بعيدة عني. ليش يعني لما قرب النار رجعت تبعد؟ يقول هنا سمعوا الصوت وراي، لما سمعوا الصوت التفتت ضحكت ما بي شي. يقول رجعت اسمع الصوت كلاب قاعد تعوي، الله يعز، نبيح كلاب، مو كلب وكلبين، عدة كلاب يعني جاني صوت كلاب وصوت زمجرة، مثل كأنه كلب يريد يهجم علي يعني. يقول هاني هنا عندي بيل، وقمت افتل بالبيل واضوي واصيح هي اللي هين اللي هين يخافون اذا بي كلاب. يقول واضوي. يقول ما بي شي، ولكن اسمع صوت كلب وكأنه بده يهجم علي، كأنه كلب شرس. يقولوا أفتل باتجاه الإبل، باتجاه إبلي. يقول ألتفت باتجاهن ولا أشوف قدامي ذاك الكلب العالي، كلب عالي. يقول لما شفته هناني وقاعد أضوي عليه يعني، يقول إنه الشرس فاتح سنونه وجاي ينبح علي. يقول أنا هين خفت، مديت إيدي على القاع وكمشت حجرة، قلت أضربها هيك بكتره أخوفه بيها يعني. قمت أصح له قيس واو واو، واصيح قباله كأنه الكلب يخاف. وفعلا قضبت الحجرة وزتيت الحجرة مو عليه بكتره. يقول لما زتيتها بكتره وكأني صبت شنو هو ما أدري، ولكن صوت نبيح قام يطلع أكثر من مطرح ما صبت. والكلب هذا الجدة الأسود قام يفتل مطرح ما زتيت الحجرة وكأنه بكلب ثاني هين موجود. يقول أني هنا طق عقلي وما عاد أعرف شو بدي أسوي. يقولوا أقضب عين وأنهزم أركض. يقولوا أنا قاعد أركض ما حسيت
الا صوت النبيحة شلاب قام يهجم علي ويقرب علي. يقول انا اركض والصوت جاي علي والنبيحة شلاب علي. يقول حسيت الصوت قرب مني. قال والله والتفت لي ورا، لفت لي ورا شفت كلب ضخم اسود زت حاله فوقي وجمد علي وما عاد ادري بحالي. هين اني اغمى علي ما عاد ادري بحالي خالص. والله يا اخوان شو تقريبا نص ساعة جد اغمى علي ما اعرف، ولكن صحيت. لما صحيت اجز جسمي مخدر ما اقدر احركه، وفتحت عيوني ولا اشوف لكم قبالي هذيك الشوفة. شفت قبالي عالم قصار، عالم طوال، والنار شغالة ويفتلون حوالي النار. يقول التفت على يميني. يقول لما التفت على اليمين ولا بيه شخص واقف وعينه لقدام يناظر بس لقدام وقاعد ضخم. يقول التفت على اليسار الا بيه شخص ملامحه ميه مبينة على السوا، ملامحه ملامح حيوان كأنه. يقول واقف ومشخص عيني هنا. صار الرعب بداخلي. قمت اريد اتعوذ من الشيطان ما اقدر، لساني انربط، اريد اقوم اتحرك ما اقدر. والله واجمع شجاعتي يا اخوان واقوم اتوكل على الارض واقوم واتجلس. دوبني تجلست وقمت حطيت عيني وقمت اركض باتجاه البيكام. يقول اني قمت اركض ولاقي هنا النار والشي والعالم كلها اختفت من حواليا، وقمت اسمع صوت ضبيح. والله واركض وما اوقف لما صرت بين الابل. وصلت على سيارتي والله وافتح سيارتي واسكر الباب واقعد بقلب السيارة. يقول عم بسمع صوت نبيح شلاب، صوت حيوانات برات السيارة، والصوت قام يقرب لثلاث السيارة. أنا هنا من شدة خوفي يقول ما عاد أعرف شو بدي أسوي وأتعوذ من الشيطان. قال حطيت راسي هيك على الدركسيون وصفنت. شوح حسيت السيارة من ورا وكأنه بناس قاموا يطلعون بقلبها والسيارة قامت تتحرك. قلت لحالي هالليلة مين معدي على خير يمشلها. قضبت المفاتيح بدي أشغل بدي أنهزم، بدي أطلع من المنطقة أني أريد أنهزم. يقول أحاول أشغل البيكام ما يشتغل، الموتر ما يجي يشتغل خالص. شو بدي أسوي؟ يقول هين قمت أسمع صوت خبط على السيارة والسيارة قامت تهز. يقول فتحت الباب ونزلت ركض. نزلت ركض توجهت باتجاه الإبل. قلت أتونس بيهن. يقول قعدت بكتر الإبل وسويت هيك وأني خايف وقاعد أرجف. يقولوا هالصوات كان حوالي السيارة، صوات كلاب، صوات حيوانات. يقول ما عاد أعرف ايش صار. قمت أسمع صوت تكسير بلور السيارة وكأنه سيارتي قاعدين يكسرون بلورها. هنا قمت أقرأ المعوذات وأني قلبي مقطوع، وقمت أتونس بالإبل وأجيب كتر الإبل النوق وأتونس بيهن وقاعد وخايف. أول مرة بحياتي يعدي علي رعب مثل هالرعب هذا. يقول هالقاع هاي قاع ملعونة كأنه أنا فتت بقاعهم بالخطأ. يمكن كأنه الراعي فايت بقاعهم بالخطأ. يمكن قمت أفكر بعقل الراعي يمكن له مو صيبة ضربة شمس، يمكن هم ضاربينه. قلت لحالي بس الله يسترني وإنه ما يصيبني شيء أو ما يتلبسوني أو ما حد يقرب صوبي. يقولوا ظل قاعد على الحالة لومن أصبحت عليه الدنيا. هو يسمع صوت تكسير وتخبيط بالسيارة. كني انزعجوا مني، عمني رجعت رحت عليهم لغادي لأن هم أنذروني وين دشرت المنطقة. بس رجعت رحت عليهم جمعتين انتقموا مني وكسروا لي السيارة. وفعلا قعدت الصبح هين أصبحت علي الدنيا وقام الضوء يكشف. جيت على السيارة لقيت إنه بلورها مكسور فعلا وضويتها القدامية مكسورة وكأني واحد متقصد إنه يكسرها، إن السيارة مكسرة. وشغلتها كان السيارة تشتغل. فعلا شغلت سيارتي ورجعت وين؟ على البيت. قلت له لابوي هيك وهيك صارت معاي سالفة وأنا ما عاد أقدر أروح على البر
روحهم خذهم النوق. وفعلا أبويا راح توجه ب3 النوق وساقهن وطالعهم من هذيك المنطقة. هنا الراعي صحي، يقول وروح على الراعي قلت له صار معك؟ ليش صار معك؟ يقول أنا ما علمته بسالفة الليلة اللي عدت عليه ليلة القشرة مع هالجن، ما سولفت له إياها، بس صرت أسمع منه إيش صار معاه. قال والله ما أعرف إيش صار معاي. توجهت بالإبل، كنت جاي أسرح بيهن وبس صلاتي على النبي، وتوجهت على المنطقة هاي وقام يرعى الإبل. وصارت الدنيا علي مغرب، وقلت حكمنا المبيت هنا، وقلت لحالي بدي بات هين بالقاع هاي، أبيت الإبل أضويها أنخيها وبات هنا. يقول قمت أسمع أصوات حوالي، هاي الراعي يقول لما قمت أسمع أصوات حوالي، يقول ما خذيت الشي بالشي، شوي اللي قمت أسمع صوت هي يا راعي الإبل وروح من هنا. قال أني قمت أتلفت، يا الله من بيه هنا؟ ما بي حدا شولاني، يعني مش بيه هنا. رجعت سمعت الصوت نوبة ثانية، قال له هي نذرك للنوبة الثانية راعي الإبل روح من هنا اطلع من أرضنا. يقول أني لما سمعت هيك يقول ما توقعت انه يصير معي هيك. وإذ يطلع علي كلب اسود. قال الحالي لما طلع لي كلب اسود قام ينبح تا انهزم من المنطقة هاي. قال شلت حجرة من القاع وضربته، بضربتي لوه حسيت كأنه هو صاخن جاء علي وفات بيني، وهنا اغمى علي وما عاد ادري بحالي. اني بضربتي لهالكلب هذا. شنو القصة ما اعرف، انا هذا اللي صار معاي. قال له هاي القاع مسكونة ودير بالك. يقول اني هين قلت له هاي القاع مسكونه يمشلها. وفعلا طلع الراعي من المشفى ورحنا خذينا الابل وقلت له دير بالك صوب القاع هاي لا تقرب، القاع والله يمشلها مسكونه. القاع أنا ما حكيت له على الليله اللي عدت علي ليله القشره، شباب ليله ما تصدق. وهذا اخونا فيصل روانا هالقصه هاي مشان نرويها لهالجميع، وانه يستفيدون منها ويستمتعون بها زادين ويستفيدون منها. الفائده انه اليوم انت بالبر اذا شفت شيء مثلا غريب او حد يعني صدفت معك سالفه غريبه، يجوز هذا انذار منهم قاعدين ينذرونك انت تطلع من هالمنطقه هاي، لا تظل بالمنطقه اللي انت بيها، اطلع منها. وهذا اخونا فيصل من هذيك الايام معي يستجري يطلع ينام بالبر، قام يطلع من صار وقت العشاء يصلي العشاء ويرجع بالنهار، بس يطلع المغربيات ما يطلع من بيته خالص، بطل يستجري. والحمد لله اموره عدت على خير، وانه هالجن ما تلبسوه وما اذوه، طلعا ما هم مؤذين هم، ولكن قاعد هم ما يريدون حدا يقرب عليهم لانه كان مغلق لهم راحتهم. هم يرقصون ويحتفلون وليهم عاداتهم، يعني هم عاداتهم وتقاليدهم احنا ما نعرفها، هم عالم ثاني عنا مو مثل حكايتنا نحن. وهاي القصة إن شاء الله تنال إعجابكم، وأرجو منكم اشتراك ولايك للفيديو مشان يوصلكم كل جديد من عندنا، لأنه والله جاي نتعب هالفيديوهات. وبلش إن شاء الله إنكم تعجبون بهالقصص، وأريد منكم بس لايك لهالفيديو. وشكرا لجميع المستمعين على هالقصص. معكم أخوكم محمد الموسى من قناة قصة وفائدة، وانتظرونا بقصة جاية إن شاء الله، قصة جدا مشوقة وقصة جدا ممتعة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.